السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفسيخ وجمال الفسيخ، فسيخ العيد، فسيخ شم النسيم، معشوق الجماهير، الاكله الشعبيه نمره واحد في مصر، اللي مهما ناكل منها ما نشبعش ونقول كمان. هنعمله النهارده باحلى واسهل طريقه. هنقول كل الاسرار اللي تنجح معاكي الفسيخ، لونه وردي مستوي زي الزبده، ريحته تفتح النفس وكمان طعمه جميل، وازاي تنضفيه ويطلع معاكي بالجمال ده. كل ده هنعرفه في فيديو النهارده، بس الاول نسمي الله ونصلي على رسول الله وتعالوا نشوف الطريقه. جبت 3 كيلو سمك بوري. جبت الكيلو ب180 جنيه. ال3 كيلو عملوا لي 5 سمكات، يعني كل واحده حوالي 600 جرام. ممكن تجيبي الوزن ده، وممكن يبقى اقل، مثلا الكيلو يعمل 3 سمكات، او ممكن اكبر السمكه كيلو او كيلو الا ربع، بس الحجم ده بيبقى معقول. اول حاجه هنعملها هنغسله كويس قوي. هنغسل سمكه سمكه، نقلب راسها لتحت وديلها يكون فوق علشان ما يدخلش ميه جواها، لان لو دخل ميه جواها هتزعلي بجد، هتزعلي. فخدي بالك. نغسل الخياشيم بتاعته بالشكل ده كويس قوي، نطلع منها الطينه واي دم، ونصفي السمكه برضو كويس قوي من الميه ونحطها في مصفى. وهسيبها 10 دقايق يعني لغايه لما تنزل اي ميه فيها. بعد كده هاخدها وانشفها بفوطه او مناديل ورق من النغشيش ومن بره، وبعد كده هدخل في كل نغشوش منديل ورق بالشكل ده علشان يمتص اي ميه واي دم هينزل من السمكه. هحطهم بقى في مصفى ناشفه. انا خلصت الكميه بتاعتي كلها اهي، نشفتها بالفوطه وحطيت في النغشيش مناديل. هسيبه في المصفى دي وهو مقلوب على راسه بالشكل ده، تمام، علشان يعني اي دم اي ميه تنزل في المناديل دي. وهسيبه في مكان هاوي. لو الجو حر شغلينه المروحه، لو يعني مفيش مروحه يبقى حطيه في التلاجة، مفيش مشكله خالص لو حطيتيه في التلاجة. هنسيبه لمده 8 ساعات وهنغير المناديل عليه. انا غيرت المناديل حوالي 3 مرات لغايه لما تلاقي المناديل ما بقاش فيها دم خالص. بس اهم حاجه ما يجيش عليه دبان ولا اي حشره، وعلشان تضمني ان مفيش حاجه وحشه تيجي عليه غطيه بمناديل ورق. وده السمك بتاعي بعد ما عدى عليه 8 ساعات، نشف وبقى زي الفل اهو، ما بقاش فيه ميه خالص. همسحه تاني كده بالمناديل، وهمسك سمكه سمكه هعمل له مساج لانه بيكون جمد ونشف. هطريه من ظهره من فوق بالشكل دوت، وكمان ديله، بس ما تجيش عند بطنه خالص. الحركه دي بس بنعملها علشان الفسيخه تبقى لحمها طري معايا زي الزبده بعد ما تتخلل. عندي هنا ملح بحر، ملح خشن. ممكن لو مش موجود عندك ملح خشن مفيش مشكله، استخدمي ملح عادي. دول حوالي 14 معلقه كبيره من الملح. ممكن السمكه تاخد مننا من 2 ل3 معالق من الملح، ده طبعا بيبقى على حسب حجم السمكه، تمام. احنا بنحشي السمكه على قد ما تاخد. هضيف على الملح معلقه صغيره كركم، ودي بس عشان تحفظه وعشان تدينا لون حلو. طبعا ممكن تستغني عنها خالص، يعني الناس المعامل الكبيره والبلاد الكبيره زي رشيد وغيره ما بيستخدموش غير الملح فقط في تخليل الفسيخ، تمام، لكن احنا بنحب نجود بس شويه. هضيف كمان معلقه صغيره من الشطه برضو عشان تحفظه، وما تخافيش مش هيبقى حراق ولا ليها طعم خالص. هقلب بقى الملح كده مع بعضه. بعد كده هجيب بقى السمك بتاعي. هحشي الخياشيم من كل ناحيه، هملاها بالشكل ده، امليها اكبسيها خالص، تمام. وكمان هحشي بقها، هقفل عليها بالملح. اعملوه في البيت، صدقوني لو عملتوه في البيت هتاكلوا حته فسيخ زي العسل، قمر كده. هجيب كيسه وهرش فيها قد يعني 2 3 كده من الملح في ارضيه الشنطه او ارضيه الكيسه. هرص السمك، وبين كل سمكه وسمكه هرش حوالي معلقه ملح، وهحط السمك عكس بعض. ممكن تعمليهم بالطريقه دي، وممكن كمان تغلفي كل سمكه لوحدها، يا اما في كيسه لوحدها يا اما تغلفيها بالاسترتش، تمام. بس انا يعني بعمله كده دايما وبيطلع معايا حلو وزي الفل. هرش بقى الملح بين السمك وبعضه، وما تكتريش ملح، الملح بينشف جلد السمكه واللحم بتاعها. كل ما تقللي ملح الفسيخ كل ما يديكي نتيجه حلوه، بيبقى يعني لحم الفسيخ طري كده وطعمه جميل. اوعي تفتكري ان كتر الملح هو اللي بيملح الفسيخ، لا طبعا. التمليح
او الحدوقيه بتاعت الفسيخ بتيجي من الوقت، يعني مده التمليح اللي هيكون فيها في الملح. تمام. قعد مثلا معاكي 8 ايام 10 ايام 15 يوم 20 يوم، على قد ما تقعد كل فتره من الفترات دي بيديكي طعم للفسيخ، سواء كان مثلا دلع او يعني ملحه مظبوط او ملحه عادي. يعني مثلا لو فتحت عليه بعد 10 ايام هيكون مثلا يعني ايه الملح بتاعه هادي شويه، دلع شويه. لو فتحت عليه مثلا بعد 13 يوم هيكون ملحه زاد شويه وبقى وسط. بعد كده هيبقى يعني هيتملح بقى، هيبقى حادق. بعد 15 يوم يعني هيبقى حادق خالص، وما انصحش بكده لانه هينشف معاكي، هتلاقي اللحم بتاعه حطب كده ونشف، وكمان بقى حادق قوي. يعني كبير الفسيخ معاكي 15 يوم، ما انصحكيش انك تقعديه اكتر من كده. انا عن نفسي احنا بناكله بعد 10 ايام. تمام. يعني انت هتيجي بعد 10 ايام افتحي عليه ودوقي طعمه. وممكن 8 ايام كمان لو في الصيف، يعني لو في الصيف والجو حر ممكن تفتحي عليه بعد 8 ايام كمان. بس طبعا برضو في النهاية بترجع لحجم السمكة. يعني الحجم بتاعي دوت لو في الصيف هفتح عليه بعد 8 ايام. لو اصغر شوية هتفتحي عليه 6 ايام او 7 ايام قبل كده. تمام. لو في الشتاء يعني في الجو المعقول اللي احنا فيه دوت هنفتح عليه بعد 10 ايام. تمام. لو مثلا الجو برد قوي وسقعه قوي وكده يبقى هتقعديه 12 يوم مفيش مشكله، 13 يوم مفيش مشكله، لان في الصيف الفسيخ ما بيتحملش، بيتخلل بسرعه، انما في الشتاء بياخد وقت شويه. وده كله طبعا على حسب حجم الفسيخه. انت مثلا في الوقت الحالي اللي احنا فيه دوت تعالي بعد ال8 ايام افتحي عليه، وافتحي عليه ودوقيه. شوفي الحدق بتاعه عامل ايه. عاجبك كده وطعمه دلع مثلا شويه وهو حلو كده بالنسبه لك، خصوصا لمرضى الضغط، يعني ما ياكلوش الفسيخ حادق، المفروض ياكلوه وهو دلع. فبعد 8 ايام افتحي عليه، لقيتيه لسه دلع وانت مش حابه الطعم دوت، اقفلي عليه كمان وسيبيه 3 ايام 4 ايام كمان. تمام. انا بالنسبه لي هفتح عليه بعد 10 ايام، انا متعوده ان انا بفتح عليه بعد 10 ايام بيبقى حلو وبيعجبني الطعم ده. هنقفل عليه بقى كويس قوي الشنط دي. وزي ما انتم شايفين كده عماله بلف اهوت في استرتش كتير. لفي وقفلي عليه كويس قوي علشان ما يدخلوش اي هوا. واهم حاجه بقى اكتبي عليه وقت ما يعني الوقت اللي انت ملحتيه فيه، والتاريخ اللي هتفتحي عليه فيه. حطيه بقى في ظرفه المطبخ او مثلا حطيه في علبه وحطيه على الرخامه او في دولاب. يعني شوفي اي مكان انت بالنسبه لك كويس انك تحطي فيه الفسيخ، عشان يعني هو بعد وقت كده ممكن يطلع ريحة، وممكن لو قفل عليه كويس ما تحسيش بالريحة بتاعته خالص. تمام. كل يوم بقى الصبح زي ما انا قلت لك كده اقلبيه على الوش التاني، مرة الصبح ومرة بالليل. وده بقى جه ميعاد فتح الفسيخ بعد ما مر عليه بالظبط 10 ايام. شايفين الفسيخة طرية ازاي، في منتهى الجمال. لقيتي الفسيخة يعني بطنها منفوخة شوية مفيش مشكلة، اهم حاجة تفتحي الفسيخة من جوه تدوقي طعمها. لو يعني مش مرة يبقى الفسيخ بتاعك زي الفل، لونه وردي يبقى الفسيخ بتاعك زي الفل، الريحة بتاعته حلوة ريحة الفسيخ مفيش مشكلة. اهم حاجتين ان الفسيخ يكون طعمه مش مر، وما فيهوش مثلا لا قدر الله دودة ولا حاجة. تمام. غير كده الفسيخة معاكي زي الفل. نشوفه كده بسم الله ما شاء الله اهو، شايفين حلو جدا في منتهى الجمال. وطعمه كمان جميل جدا. هو يعني الحدوقيه بتاعته دي بتعجبنا، لان عندي يعني جوزي عنده الضغط وكده فما بيحبش الفسيخ يكون حادق شويه. لو انت بتحبيه مثلا طعمه الحدوقيه بتاعته وسط ممكن تسيبيه كمان يومين ما فيش مشكله، وممكن تسيبيه 15 يوم زي ما انا قلت لك كده. شايفين الفسيخه طريه زي الزبده وماسكه نفسها اهي، اللحم طري سايح خالص ولونه وردي جميل، وريحته بصراحه تجوع. مش ناقصه بقى غير بقى ايه ليمونه وبصلايه خضراء وقرن فلفل حامي وقفص عيش وتفضلوا معانا. قعد معايا وقت قد ايه؟ خد بالظبط 10 ايام. تمام. اخد معايا 10 ايام وفتحت عليه اهو زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله عليه، حاجه كده في منتهى الجمال زي العسل، علشان ملحه مظبوط والوقت بتاعه مظبوط. اللحم طري زي الزبده ملبن
زبده سايحه خالص زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى بنضفه ازاي بالشكل ده. بقطع الراس بتاعته وافتحه بالمقص ونشيل السلسله ونشيل الجوانب اللي بيبقى فيها شوك دي، وناخد لحم الفسيخ بالمعلقه بالطريقه دي. بصوا بتطلع بكل سهوله ازاي. يعني الفسيخه اللحم بتاعها مش متحمل، مجرد بس كده بالمعلقه بيشيل منك اللحم خالص. هتقولي لي ما نضفتيش ليه القشر اللي على جلد السمكه من بره قبل ما تفتحيه كده؟ اقول لك ملوش لزوم، لان انا كده كده ما بستخدمش الجلد ده خالص في اي حاجه. انا بشيل لحم الفسيخه واخده احطه في طبق تاني واحط عليه الليمون والزيت والحاجه بتاعته، وما بستخدمش الجلد الفسيخه في اي حاجه. يبقى انا هتعب نفسي ليه واقعد اكحت فيه واطلع القشر؟ تمام. بيطلع بالمعلقه بكل سهوله اهو زي ما انتم شايفين كده. تمام. حاجه كده ما شاء الله. لحمه لونه وردي مزبد، طعمه لذيذ في منتهى الجمال. لو انت بقى حابه تحفظيه، يعني عامله كميه وعايزه تحفظيه، هتحطيه في شنطه تانية نظيفه، وممكن بمنديل كده تشيلي الملح اللي عليه، يعني تمسحي السمكه من الملح اللي عليها، وحطيها في قلب شنطه او كيسه واربطي عليها ودخليها الفريزر. وقت ما تحبي تخرجي منه هتلاقيه طعمه جميل وزي ما هو في منتهى الجمال. هتطلعيه بس يفك كده على الرخامه وبعد كده تاكلي منه. هتقولي لي لا طب ما سيبوش بره ليه، بره الفريزر ليه؟ هقول لك يا لو سبتيه بره الفريزر التمليح شغال فيه، فاهمه؟ يعني هيتملح معاكي اكتر ولحمه هيجمد اكتر. فاحنا عايزين نوقف التمليح بتاعه، لان احنا خلاص هو كده بقى طعمه جميل مش محتاج ملح تاني. خلاص يبقى احنا نشيل الملح اللي عليه ونحطه في قلب شنطه ونحطه في الفريزر عشان يفضل محتفظ بالطعم بتاعه الجميل ده. تمام كده. لو في اي سؤال اكتبولي في الكومنتات وانا هرد عليكم ان شاء الله. كده الفيديو بتاعنا خلص. يا رب ما كنتش ضيفه تقيله عليكم وتكونوا استفدتوا بالفيديو. وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه.